بكرة إن شاء الله حيثيات الحكم هتوصل لوزارة الشباب والرياضة بناء على طلب وزارة الشباب والرياضة من المحكمة المنوط بيها قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، واللي أصبح رسميا من يوم 16/4 خارج رئاسة نادي الزمالك بقرار حكم المحكمة، واللي قالت فيه بالنص إن كان يتعين على وزارة الشباب والرياضة إن هي تنفذ القرار أو القانون من البداية دون اللجوء للقضاء، ولكن تم إصدار الحكم رسميا. امبارح برضو الزمالك بيفوق في كرة الطايرة وبيقدر يكسب الأهلي في المباراة الحاسمة لدوري الكرة الطايرة، ويقدر يحافظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي. برضو امبارح شفنا قرار من لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 12 مباراة وغرامة 1,000,000 جنيه، وكمان غرامة على مرتضى منصور 300,000 جنيه، وحرمانه من حضور مباريات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة شهرين متتاليين. امبارح كان يوم عظيم جدا جدا على الزملكاوية بخصوص جميع القرارات اللي حضرت. اولا استفاضة لما هو بحكم المحكمة اللي حصل بعزل مرتضى منصور. هقول لكم نقطتين سمعناهم كلنا مع عمرو أديب، وهي منع مرتضى منصور بحكم القانون ان هو يترشح لنادي الزمالك لمدة 5 سنين. يحيينا ويحييكم ربنا. كمان اثناء لو القانون ده ما تعملش بيه ففي حسن السير والسلوك، وعلشان خاطر يترد ليه الاعتبار لازم بعد 3 سنين. يحيينا ويحييكم ربنا. اذا ان شاء الله باذن الرحمن مرتضى منصور خارج نادي الزمالك للابد. هنا هيتعين على وزارة الشباب والرياضة ان هو هيصدر امر لمجلس ادارة نادي الزمالك ان هم يعملوا انتخابات عاجلة على كرسي نائب الرئيس وكرسي الرئيس، لان دي الكراسي الشاغرة، والا اذا حل او تم حل المجلس بسبب بقى مخالفات او عدم تنفيذ القانون، لان يحق لوزارة الشباب والرياضة ان هي تحل المجلس في حين ان المجلس يرفض تنفيذ القانون، وهو عزل مرتضى منصور او اجراء الانتخابات في الفترة القادمة. ان شاء الله باذن الرحمن الزمالك باذن الله هيبدأ يفوق ويستفيق، والنهارده عندنا مباراة مهمة جدا جدا قدام المقاولين العرب. اتمنى ان اليوم الثاني على التوالي يكون في فرحة لجميع الزملكاوية. الى اللقاء.